كل مهارات الأم نراها في عيون أطفالنا. وحدها خميرة إيديال تعطي أجود النتائج لحلوياتكم الفاخرة. لذة، استمتاع وفرحة. إيديال كتنفعني وعمرها ما تخطاني. السلام عليكم ومرحبا بكم. أنا في بلاد معروفة بجبل الأطلس وبحور البوغاز، ومن بين معالمها هناك صومعة حسان ومسجد الحسن الثاني، ومعروفة أيضا بالرياضات والأكلات اللذيذة. بلا شك عرفتوني فين، أنا في المغرب، فمرحبا بكم معايا، ومنه غادي نقدم لكم غريبة بالزبيب والخميرة ديال إيديال. فتفضلوا معايا. بالنسبه اعزائي الغريبه بالزبيب فغادي نحتاجوا عندنا هنايا كاس من السكر سنيده، كناخذوا الكاس اللي كنشربوا فيه اتاي ديال العنبه وكنعبروا كاس، 200 غرام من الزبده على شكل بوماد وكنقطعوها هكذا مربعات، كناخذ ربعه من الزبيب كنرطبوه ليله كامله في مزهر، الا غد ليه كنصفيوه وكنطحنوه حتى كيرجع لنا على هذا الشكل هذا العجينه ديال الزبيب. كناخذوا القشره ديال الحامضه محكوكه، 4 ديال صفار البيض، عندنا الخميره ديال ايديال بطبيعه الحال، والسكر الفاني ايديال، وغادي نحتاجوا اللوز شرائح، اولا كيمكن لك سيدات في عوض هذا اللوز هذا الا ما كانش عندك كتقبطي اللوز العادي غير هو كتمسحيه من بعد فكتهرمشيه هو هكذا بالقشور ديالو، يعني بلا ما كنسلقوه ونقيوه عاد كنهرمشوه غير هو كنهرمشوه شويه يبقى غليظ باش كيجينا في اللفه ديالو كيجي المنظر جميل. وغادي نحتاجوا الكونفيتور ديال اولا المربى ديال البرتقال، فراه كيجي المذاق ديالو مع المروره ديالو مع الزبيب، الحلاوه ديال الزبيب فكيجي لذيذ. اما بالنسبه للدقيق فالجهد اللي غادي يجمع لنا هاد العناصر هادو اللي عندي، غادي نخلي الدقيق على جنب وناخذ اناء فين غادي نشتغل. كنوضع كاس من السكر سنيده، كنضيف عليه 4 اصفار بيض. هنا بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتك فراهم كيعطيونا واحد الكميه لا باس بها، الا بغيتيو كميه كبر فكتضاعفوا من المقادير اللي عندنا. وضعت 4 من الزبيب اللي كنرطبوه دائما بحال كنأكد عليكم ليله كامله في مزهر باش كيجينا منسن بمزهر. كناخذ الزبده 200 غرام على شكل بوماد، وكنضيف القشور ديال الحامض محكوك. غادي ناخذ خنيشه من الفانيلا ديال ايديال دائما كنحلها. غادي نضيف خنيشه من الخميره ديال ايديال باش كتجينا هاد الحلوه هذه كتجي هشيشه وكتنفخ ما كتجينا شي معجنه. وكنخلط هاد العناصر بيدي. بالنسبه للدقيق فبحال اللي سبق لي قلت لكم الجهد اللي غادي يجمع لنا هاد العناصر اللي عندي. دائما الدقيق فكنكونوا مغربلينه من قبل. ناخذ هاد الاناء باش نوضع على فكره هذا الاقتراح هذا بحال اللي لاحظتيو معي ما داخله شي فيه عناصر كتار، يعني راه اقتصادي وكيجي لذيذ. فغادي نستمر مشاهدينا نوضع الكميه الكافيه ديال الدقيق اللي غادي نحتاج، نجمع العجينه اللي عندي ونتلاقاو بعد اللحظات. العجينه ها هي دي مشاهدينا من بعد ما جمعتها فكتجينا على هذا الشكل هذا بحال اللي كتلاحظوا معي، يعني ما كيخصها شي تكون كتلصق وما خصها شي تكون قاصحه. غادي نوضعها هنا على جنب وكناخذ كميه منها كنكور على هذا الشكل هذا. من بعد فكنوضعها في الكونفيتور ديال الليمون اولا البرتقال. من بعد كنوضعها في لي زاموند ايفيلي بحال اللي سبق لي قلت لكم. الا ما كانش هذا اللوز شرائح كيمكن لكم تعوضوه باللوز العادي غير هو كنهرمشوه بالقشور ديالو، يعني ما كنزولوش شي القشره وما كندخلوه شي الفران، غير كنمسحوه بشي منديل يكون نقي. من بعد كنهرمشوه وكنخليوه شويه غليظ باش ملي كنذوقوا كتجي الزينه ديالو كتجي جميله حتى في المنظر، وكنعرفوا ان حتى العين كتاكل. غادي ناخذ الثانيه تقريبا نفس الحجم وكنوضعها في الكونفيتور ثم اللوز شرائح.
هنا بالنسبه للفرن فكيخصو يكون معتدل الحراره، يعني 150 حتى ل 160، وكنخليوها طيب لمده ديال واحد 20 حتى ل 25 دقيقه. اما بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الفران ديال الضوء اولا اللي فيه التيرموستا، فكيمكن لهم انهم ساعه يحلوا يشوفوا، لان هاد الحلوه ماشي كيك غادي نخافوا لا تهبط لينا. ساعه كنطلوا وكنشوفوا الا اللون ديالها بدا كيتبدل، يعني راه بدا كيدخلها الطياب وما كيخصها شي. كنبغي ناكد ان الفران كيكون معتدل الحراره، يعني ما كيخصوش يكون سخون، لان لو وضعناها مباشره وهو سخون كيتحرق لنا من برا ومن الداخل كتبقى معجنه كتبقى خضراء. فغادي نستمر بحال اللي لاحظتيو معايا نكور العجين اللي عندي، من بعد غادي نوضعها في الكونفيتور ديال البرتقال ونوضعها في اللوز شرائح وندخلها للفران طيب، ونقدم لكم هذا الاقتراح وبصحه والراحه. نذكركم بمقادير هذه الوصفه. غادي نحتاجوا كاس من السكر سنيده، 200 غرام من الزبده، 250 غرام من الزبيب مرقد ليله كامله في ما زهر ومطحون، قشره ديال الحامضه محكوكه، 4 اصفر بيض، لوز شرائح للتزيين، مربى البرتقال للتزيين، دقيق حسب الخليط، خميره ديال ايديال وسكر الفاني ايديال. غريبه بالزبيب ها هي من بعد ما وصلت نهايتها فكتجينا على هذا الشكل هذا، كتجيني لذيذه بالخميره ديال ايديال والسكر الفاني ديال ايديال، وطبعا كيجي المنظر ديالها جميل. وكنقدموها كدوازه تاعي كنقدمها لكم وكنقول لكم وكالعاده بصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو قريبا مع وصفه جديده دائما مع الخميره ايديال.